صغير الاول. احلى واجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. هنقضي اليوم النهارده مع بعض وهنعمل حاجات كتير جدا، بس قبل ما نبدا الفيديو هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هنعمل النهارده روتين كده، هنروق شويه حاجات وهنعمل حاجات في المطبخ، وكمان هشتغل شويه وهعرفكم كده سر من اسرار الشغل بتاعي زي ما انتوا طلبتوا مني. فيديو ايجابي جدا، تحفيزي جدا، عاوزه تشجيع كتير على الفيديو، لايكات كتير جدا، عشان حقيقي بتفرق معايا قوي، وهتخليني انزل لكم الفتره الجايه فيديوهات اكتر بتفاصيل كتير قوي. يلا بينا نبدا. فسينفقونها ثم تكون عليهم. يا صباح الهنا، يا صباح الجمال، يا صباح النشاط، صباح الرضا، صباح الفل، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب وبأحسن حال. فيديو النهاردة كله نشاط، كله تحفيز، كله حيوية، كله حركة. هنقضي يوم كامل مع بعض، ممكن مش كامل قوي يعني، من بعد الفطار على طول. بعد ما فطرت كده وشربت القهوة بتاعتي وعملت دماغ، يعني ظبطت دماغي. انتوا عارفين وانا قايله لكم قبل كده ان كل يوم انا بلم الشقه بتاعتي لمه سريعه، لكن ما بين يوم ويوم كده لازم امسك اوضه او اوضتين اعملهم عامله عميقه شويه. ممكن مش عميقه قوي لو انا متاكده ان دواخل الاوضه نظيفه، بس بتحتاج حاجات اكتر من اني اسويها. انتوا هتشوفوا دلوقتي بعينيكم. وطالما بقى انا حاطه اوضه الاطفال من ضمن اولوياتي النهارده، فلازم ابدا فيها عشان اعرف اخد راحتي جدا في الشقه بره، عشان اول ما اخلصها العيال هتدخل تقعد فيها وتلعب براحتها، وانا ابقى فايقه بقى ورايقه واعمل حاجتي بره من غير زن ومن غير يا ماما يا ماما يا ماما. اول حاجه عملتها هي اني شلت الملايات، عشان ده تغيير، يعني ده مع تغيير الملايات. فشلت الملايات، نظفت المرتبة كويس جدا جدا، ولو كان عليها اي بقعة انا بعملها على طول اول باول بالخلطة بتاعتي اللي ما بقدرش ابدا ابدا استغنى عنها. سألتوني عنها في الفيديو اللي فات، بما ان البخاخة تقريبا انا ما كنتش سبتها من ايدي، فانا هقول لكم مكوناتها ايه، مع اني برضو قلت لكم كتير على مكوناتها في الفيديوهات بتاعت قناتي، قناة سو، بس هقولها لكم برضو هنا. بعمل ايه؟ البخاخة دي انا بكون حاطة فيها مية، يعني الا ربع، مليها الا ربع. اي بخاخة قديمة عندك مية تكون دافية شوية يا ريت، وبحط معاها فنجان او قيمة نص كوباية كلور خام او كلوريكس. يعني يفضل الكلور الخام، لما بستخدمه بحس ان هو بيعقم وبيطهر المكان. تمام. وعليها اي نوع مسحوق عندك، بس اهم حاجه يكون اوتوماتيك عشان خاطر ما يرغيش فتضطري ان انت تشطفي حاجتك كتير بعد ما تلمعي بيها. ومعاها غطا او معلقتين كده خل، بس كده. والبخاخه دي استخدميها بقى على كل حاجه حرفيا. انتوا هتشوفوا برضو انا هستخدمها في الفيديو ده كمان في كل حاجة. فبصوا بقى، يعني سراير، مراتب، قماش، خشب، حديد، مرايات، كل حاجة حرفيا بعملها بالخلطة بتاعتي دي. طبعا انا هنا كنت فرشت خلاص السراير وخلصتها. هقول لكم انا ما فرشتش ليه او مش بفرش ليه على سراير الاطفال ملايات اطفال، علشان عندي انا لسه من قريب مفصله السراير الحديد دي، فالمقاسات بتاعتها كبيره شويه. وطبعا مع اللعب العيال والتنطيط والكلام ده ما برتاحش غير لما اكلفت المرتبه بملايه كبيره بتاعت السرير بتاعي اللي هو 1.60 متر تقريبا او 1.70 متر، واروح مكلفته المرتبه كويس جدا جدا. يتنططوا بقى، يلعبوا، ينكشوا، عمر الملاية ما هتتزحلق او تنزل ابدا، وافضل كل شوية كل شوية ارتب فيها. لميت بقى الالعاب بتاعتهم، ودي كان المفروض بصراحة اول حاجة اعملها اول ما ادخل الاوضة، لاني طول ما انا بعمل في الاوضة عمالة بدوس على حاجات صغيرة حاجات صغيرة، فدي كان اول حاجة المفروض اعملها اول ما ادخل الاوضة. كنست الاوضة كنسة حلوة جدا، كويسة جدا جدا بالمكنسة. طبعا انا كنت لسه مسحاها ولسه كنت شايلة، فما كانش يعني مستدعية ان انا اشيل الحافظة او اشيل المشاية او اي حاجة. زي ما انتم شايفين لمعت الدولاب اللي هو اصلا كان نيش، وانا حكيت لكم في فيديو قبل كده ازاي حولته لدولاب اطفال.
خلصت خلاص الاوضه ولمعتها وظبطتها. بحب قوي عندي البادي سبلاش ده بتاعي، يعني معطر كده للجسم، بحب ارشه قوي على الحاجه، على الفرش بيثبت جدا وريحته بتكون مفحفحه وحلوه قوي قوي. يعني ده بستخدمه لو ما عنديش معطر للشقه. دخلت بقى بعد اوضه الاطفال، من ضمن خططي النهارده اللي كنت مخططاها لنفسي هي اني ادخل على الاوضه بتاعتي. بس هما الاوضتين دول اللي عملتهم عامله يعني شبه عميقه. اوضتي عملتها عامله عميقه، بصراحه هي كانت تستاهل ان هي تتعمل عامله عميقه، علشان كنت بقالي فتره كده مهمله فيها شويه بصراحه. يعني كنت بنزل واطلع بنزل واطلع كتير. بصوا حتى الكومودينو عليه تراب، الشباك كنت بسيبه مفتوح 24 ساعة، بفرح بالشمس وهي داخلة. بس الأصح بصراحة إن احنا لما نيجي حتى نفتح الشقة نفتح مثلا الشبابيك ساعة واحدة بالكتير قوي، ساعتين، عشان خاطر فعلا الحاجة بتتطرب بطريقة رهيبة، بالذات بقى لو انتوا في دور عالي زي كده. كمية تراب رهيبة جدا بتدخل الشقة. المهم بنفس البخاخ برضو لمعت كل حاجة زي ما انتم شايفين، السرير والدولاب والكومودينو. الشنطة بتاعتي دي كانت مرمية، حطيتها في العسكري ده، انا مخصصة الضرفة دي للشنط بتاعتي الخروج بس. لو عايزين ابقى اوريها لكم برضو قولوا لي في الكومنتات وانا اوريها لكم. البرواز اللي انا ماسكاه ده كان ساعة، وطبعا انتوا عارفين مين القمر اللي في الصورة دي اكيد، يعني مش محتاجة اقول لكم. بس كده. وبالمناسبة برضو لو حابين اوريكم الالبوم بتاع فرحي قولولي، وانا برضو ان شاء الله من ضمن روتين كده بعمله هبقى اطلعه واوريه لكم، ونحكي كده ونرغي شويه مع بعض، واحكي لكم على كذا موقف حصل معايا في اول الجواز وفي الخطوبه وفي قرب الجواز. مغامرات، حياتي كلها مغامرات يا جماعه. المهم بقى لمعت، بصوا يعني هي كانت الاوضه محتاجه بس تلميع، تلميع بطريقة رهيبة، حتى التسريحة مردومة تراب، كأني مثلا كنت سايبة الشقة قيمة 10 أيام ولا شهر، وسايباها بقى وبعيدة عنها. فاهمين؟ هي أكتر أوضة بصراحة بتلم تراب هي أوضتي، عشان أنا فاتحة شباكها على طول من كتر ما هي سخنة، الشمس ضاربة فيها مفيش حاجة وراها، ففاتحه شباكها على طول، وده برضو غلط. بصوا بقى الكرتون اللي جنب التسريحه دي فيها جزء بسيط من الازاز بتاع النيش بتاعي. انا لما جيت عزلت شقتي دي، وبالمناسبه برضو جالي كذا تعليق على الفيديو اللي فات، سالتوني شقتك دي يا سهى تمليك ولا ايجار؟ لا هي شقتي تمليك. وكنت برضو حكيت قصه كفاح رهيبه، ازاي حوشنا وازاي كافحنا وازاي جبنا الشقة دي بعد ما كنت في تمليك، وبعد كده بعتها ونقلت في مؤقت، وبعد كده جبت تمليك وبعتها تاني قبل ما انقل فيها. يعني لو عايزيني احكي لكم قولوا لي، يعني احنا ايه مع بعض، ومش هسيبكم ولا انتوا هتسيبوني ابدا. المهم لو وصلتي معايا لغايه هنا ما تنسيش تشجعيني على الفيديو وتسيبي لي لايك، عشان حقيقي بيفرق معايا جدا جدا، ودعوه حلوه بقى وكلامكم الحلو اللي بيفرحني جدا جدا في الكومنتات. المهم خلصت بقى التسريحه بتاعتي ورصيتها خلاص. على فكره المج اللي انا كنت ماسكاه الفخار ده كان جاي لي هديه من وانا في اولى ثانوي، من واحده صاحبتي، وصاحبتي دي هي اعز صاحبه على قلبي طبعا معايا لغايه دلوقتي. لغايه دلوقتي انا محتفظه بيه، ومحتفظه بصاحبتي كمان اكتر من المج. عشان دي اقرب حد ليا بجد. ف فالمج ده بفرح قوي كل ما بشوفه عشان بيفكرني بيها، انا اصلا مش بنساها يعني. المهم فرشت بقى الملايه، اخترت بقى ملايه كده ايه بمزاج، الملايه دي اكتر حاجه بحبها اصلا في اوضتي. يعني سيمبل كده بسيطه وشيك، انا بحبها. وتقولوا لي ليه؟ هقول لكم من ضمن الملايات الكام حاجه، يعني الكام ملايه بسيطه اللي بحبهم يعني وبرتاح لهم. المهم نيجي لقصه الكرتونه. الكرتونه دي فيها جزء من ازاز النيش بتاعي. انا لما جيت عزلت طبعا بعت عفشي كله كنت قاعده على البلاط حرفيا، يعني حتى السجاجيد وكل حاجه، ستاير كل حاجه بعتها، وكنت قاعده على البلاط. ومن ضمن النيش طبعا انا قلت لكم ان انا ما بعتهوش، انا حولته لدولاب اطفال، كان عموله. وكل ما كنت جيت اعرضه للبيع الناس تفخس قوي بثمنه، ما ترضاش تشتريه بالسعر اللي انا حاطاه، عايزينه يشتروه بسعر يعني بيموتوه فعلا، مش عارفين قيمته ان ده حاجه خشب عموله. فانا كنت قايله ان انا هفصل سراير اطفال، بما اني برضو ما كانش يعني انا كنت متجوزه من غير اوضه اطفال،
فقلت هفصل سراير اطفال، اللي هي السراير البيضاء اللي انتوا شايفينها دي. فمن هنا بقى جات لي الفكره اللي انا احول النيش بتاعي لدولاب اطفال. برضو لو عايزيني اقول لكم على قصه النيش قولولي، وانا معاكم في كل حاجه واي حاجه. فبعد ما نقلت بقى شقتي دي وجبت عفشي كده حاجه في حاجه، على طبعا فترات متباعده، يعني ما كانش فترات قريبه وما كانش بالساهل ابدا. النيش بقى كان هو ده الخطوه اللي عماله تتاجل تتاجل تتاجل. دايما حاسين ان في اولويات وفي حاجات اولى. بصوا حتى لو لاحظتوا تحت التسريحه دي شنطه المعالق بتاعتي يا جماعه، اللي كانت متجابه ب... يعني بفلوس كتير قوي قوي، بمبلغ وقدره، مرميه زي ما انتم شايفين تحت التسريحه. فادعوا لي كده ان شاء الله باذن الله بفضلكم بعد ربنا هقدر اعمل واحقق كل اللي انا بتمناه. المهم الاوضه بتاعتي زي ما قلت لكم، قلت اما اعملها عامله عميقه. على فكره لو لاحظتوا انا كنت الكوفرته دي شلتها في الدولاب، وكنت مخليه الكوفرته البينك. حسيت ان هي مش ماشيه قوي مع الطقم الملايه، فروحت ايه بدلت الملايات. الخلطه بتاعتي بتاعت النظافه برضو بمسح بيها الارضيه، بتنظف بتعقم بتلمع. يعني بصي بتحسسك كده ان الدنيا تش فريش كده، وفي انتعاش وفي تعقيم، في حاجات كتير حلوه، في نظافه. انتي قاعده وشامه ريحه النظافه وحاسه بالنظافه فعلا. المهم بقى لمعت برضو الأوضة تلميعة كده عميقة جدا. عارفين انتوا بقى الحافظة اللي انا بفرشها دي من اقرب الحافظات لقلبي والله العظيم. بندم على اي حافظة جبتها او بديل سجاد. يعني بصوا اللي ندمت عليه هو بديل السجاد، وهقول لكم ليه برضو. الحافظة دي حقيقي حلوة جدا، تتحط في الغسالة تطلع تتنشر تتفرش على طول. اكتشفت بعد كده ان بديل السجاد بيتغسل زيه زي السجاد بالظبط. بعد ما بعت سجادي كله وقررت ان اجيب بديل سجاد عشان يبقى خف عليا، طلعت برضو اني ما عملتش اي اضافة. بديل السجاد مش كل الانواع بتتحط في الغسالة او بتتغسل في البانيو. المهم بقى قعدت بقى طبعا، بص انا كنت بقى خلاص مفرهضة وعرقانة ومش قادرة. قعدت كده عملت لي كوباية شاي، قعدت قدام المروحة شوية وقلت اما اشتغل شوية. سر بقى، سر مهم قوي 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 من اسرار نجاحك في شغلك ايا كان المجال اللي انت شغالة فيه، هو انت عمرك في حياتك ابدا ما تجري ورا عميل او ترخصي من السلعة او البضاعة او المنتج اللي انت بتقدميه للناس او بتبيعيه. حقيقي ده من اكتر الحاجات اللي فرقت معايا. انا هنا بوريكم الاوردرات اللي انا جمعتها، بجمع الاوردرات اللي المفروض هتتعمل وتتسلم بكره، ايا كان بقى الني والمستوي، وملاحظات الزبون بكتبها كمان في صفحه لوحدها. بصوا قبل ما اكمل لكم، انا هنا كنت قاعده متضايقه جدا جدا بجد، وهقول لكم ليه برضو دلوقتي بعد ما اقول لكم يعني ازاي بحافظ على قيمه الشغل اللي انا بشتغله. ودايما حاسس الزبون اللي قدامي اللي هو حاجه حلوه، حاجه عاليه، حاجه انا عمري في حياتي ما ادلل عليها ولا اتحايل على اللي قدامي اني مثلا هتاخد مني ولا لا عشان اعمل حسابك وما اعملش حسابك، وهذا انتي والله حاجتي هتعجبك ومش عارف ايه. الكلام ده ابدا ما ينفعش ان انتي تقوليه. ثقتك في حاجتك هي في التأني بتاعك في الكلام، وفي انك ما تدلليش على الحاجة اللي انتي بتقدميها للناس. تمام. بص بقى، اول ما بدأت اصلا اشتغل الشغل بتاعي ده، اول ما بدأت انا كنت داخلة طبعا زي ما بيقولوا حامية جدا، عايزة بقى اشتغل، عايزة اعمل اوردرات كتير، عايزة اعمل فلوس، عايزة اظبط حالي واظبط دنيتي واجيب حاجتي. يعني زي ما قلت لكم لو عايزين احكي لكم القصة من اولها بقولها لكم. المهم كنت طبعا عملت الجروب بتاعي وقاعدة 24 ساعة مستنية الرسائل اللي هتجيلي عشان خاطر اخد اوردرات وعشان خاطر اشتغل. وافضل اسأل الناس وافضل احاول ان انا اقنعهم واحاول ان انا اعملهم. فاهمين انتوا النظام ده؟ وده اكتشفت ان بعد كده اكبر غلط انا كنت بعمله. ما نجحتش في شغلي غير لما قفلت الجروب بتاعي واللي محتاج حاجة يبعتها لي على الواتس، وبعد كده ما خليتش كمان يعني استلام الاوردرات ده من الناس. حددت ساعة ليه في اليوم، انا مش هلم الا الاوردرات. مثلا يا جماعة اللي محتاج حاجة هتجيلي هتبعتوها لي من الساعة 3 للساعة 5. بعد كده وقبل كده انا مش هاخد اي حاجة.
من ساعة ما عملت الموضوع ده وانا حقيقي مرتاحة جدا. ما بضغطش على نفسي. يعني هقول لكم انا نخلت الزباين بتوعي، ما خليتش في الاخر الا من الاخر، يعني ما خليتش الا الزبون النضيف معايا اللي يستاهل ان انا اتعب له واشتغل له فعلا بجد. يعني الزبون اللي محتاج حاجتي واللي فعلا بيقدرني. من ساعة ما عملت كده وانا عملت لشغلي قيمة، عملت لشغلي كرامة، خليت الزبون هو اللي يجري ورايا مش انا اللي اجري وراه. وده كان فعلا سر من اسرار نجاحي في الشغل بتاعي، ان عمري في حياتي ما اجري على زبون ابدا. لا، الزبون هو اللي محتاج السلعة، هو اللي عايزها، فهو اللي يجري ورايا. بس كده. كنت قاعدة زعلانة ليه ومتضايقة ليه؟ علشان بجد ممكن اكون انا يعني مثلا في حد شغال معايا، انا عامله معاه كل حاجه كويسه ومراضياه، وعمري في حياتي ما قصرت منه ابدا، والاقي برضو اللي قدامي بيطمع. يعني لما اتفاجئ ان في زبونه مثلا من الزباين بتوع بيكلموني بيقولوا لي ان جالهم اوردر معين، الشنطه كان فيها رقم تليفون بتاع حد من اللي بيعمل الاكل. يعني انا زي ما قلت لكم قبل كده، انا قليل جدا اما بعمل حاجه بايدي، وبرضو لما اجي اعمل حاجه هبقى اعرفكم انا بعمل ايه وليه. يعني ما بقتش اعمل كل حاجه بايدي. في ناس معينه هي اللي بتشتغل وهي اللي بتعمل كل حاجه، وطبعا بتاخد مرتباتها وبتتراضى وبتاخد من الاوردرات اللي بتطلع وكل حاجه. فليه احسك انتي بتطعنيني في ظهري؟ بجد دي حاجه بتزعل جدا جدا. المهم بقى، سيبنا من الشغل شوية. عملت أكلة صيفي، أكلة بسيطة جدا جدا. الأكلة دي من ضمن الأكلات اللي احنا بنموت فيها، هي مكرونة وبطاطس محمرة وبيض مكسر في السمنة البلدي. أكتر أكلة بتأكلنا أنا والعيال. طريقة الغرف بقى والزواق والكلام ده فعلا بيفرق معانا قوي يعني. خلصت الأكل خلاص، صبنت المواعين. انا ما عنديش مسحوق غسالة اطباق، انتوا عارفين وانا قايله لكم قبل كده ان انا عندي غسالة اطباق، بس للاسف المسحوق خلصان من عندي. وشوفوا، مع اني كنت بنزل وبطلع كتير جدا، الى اني ما فكرتش في نفسي بصراحة، يعني ان انا اريح نفسي، بس كان كل همي ان انا اخلص مصالح واخلص اشغال ورايا واخلص حاجات ورايا. المهم خلصت خلاص كده. من بعد الاكل صبنت المواعين. كنت بقى موعده البنات لو قعدتوا مؤدبين وكويسين هنزل اجيب لكم حاجات جديده. وبصراحه حسيت ان الاجازه كده مخليهم عندهم وقت فراغ شويه، فكل شهر عامله لهم مبلغ معين بجيب لهم حاجات مفيده يقعدوا يلعبوا بيها، حتى تلهيهم عن التليفون، ما يمسكوش التليفون كتير. بالمره بقى وانا بجيب لهم حاجات، انا طبعا ليا حق على نفسي، يعني بعد التعب ده كله لازم ادلع نفسي شويه. لقيت محل بقى عارض كده كام بادز بلاش، يعني حاجات كده للجسم تعطر الجسم ورخيصه جدا. يعني هي مش اصليه، هي كوبي، بس حاجات ايه، انا مش عايزه اكون ماشيه في الشارع بما اني بنزل وبطلع كتير يعني تكون ريحتي ظاهره قوي، لا، بحب يكون بس ايه، جسمي نفسه يكون متعطر. جبت واحده رجالي وجبت واحده حريمي، وجبت زيت الشعر دوت، وجبت مزيل العرق ده، يعني شويه حاجات بسيطه خالص. بصوا بقى، انا بعد ما خلصت الغدا، انا كنت طبعا بعد كل ده الحمام بيضرب يقلب، اي حاجه تدخل على الحمام، اي هدوم تدخل على الحمام، الملايات تدخل على الحمام، الجردل بالفتاله يدخلوا على الحمام. فكان لازم بعد كل ده الحمام يتعمل. الحمام بيتروش كده ترويشه الصبح بسيطه خالص، بس حسيته انه محتاج عامله كويسه شويه. انا كنت عامله السيراميك بتاعه، بس ايه، قلت اما اروشه بقى كده بالمره. اول حاجه بعملها كده هي المرايه. بصوا بقى، الجردل اللي انا محضراه ده، اللي انا حطيت فيه ميه دافيه، مش سخنه، هي دافيه، وحطيت فيه شويه رابسو، بس بقى اريال عادي، يعني مسحوق عادي، عشان خاطر يعمل رغاوي، انا عايزه رغاوي بقى. والكلور الخام، الكلور الخام انا بستخدمه في كل حاجه، في اي حاجه وفي كل حاجه. بدأت بقى هنا بقى ادلق كده في ميه واغرق الدنيا ميه حقيقي. اول ما بدلق على السلك بتاع الشباك ميه بحس ان الهواء بدأ يدخل، بالذات بقى ان انا عندي كمان المنور بتاع الشباك، المنور بتاع الحمام على شارع عمومي، فالصبح بيدخل لي شمس وبالليل بيدخل لي هواء حلو جدا. فبحب ان انا السلك بتاعه رش عليه ميه باستمرار عشان التراب ما يخلوهوش يتقفل كده وما يدخلش ميه.
اكتر حاجة ممكن تلمعلك السيراميك بتاع الحمام والحنفيات والحوض هي سلكة مواعين. اكتر حاجة بصي بعد استخدامات لحاجات كتير جدا، سلكة المواعين هي اكتر حاجة بتلمع الحمام. بس عيبها الوحيد انك لو ما شطفتيش من بعدها الحمام كويس جدا هتلاقي في الحمام نقر صدى من فتافيت السلك. فلازم بأكد عليكي لو هتستخدمي السلك عشان تلمعي الحمام كويس قوي ويقعد معاكي لأطول فترة ممكنة، تحسيه بيلمع مش نضيف بس، لا نظافة بلمعان كمان، هي السلكة بس لازم تشطفي من بعدها كويس. عملت الحوض، عملت الرف اللي هو الصيني، عملت الدش، عملت نص الحمام كده يعني السيراميك اللي هو حوالين البانيو. بصوا بقى، اكبر غلطة غلطتها في حياتي اني فكرت اعمل الحمام اللون الاسود بجد معاناة. يعني بعد ما بتخلصي في نظافة وبعد ما بتنشفيه وكل حاجة بتحسيه بيطفي مش بيلمع، برغم ان نوعية السيراميك نفسها انا جايباها فيها لمعة، بس لا برضو هو السيراميك الاسود اصلا بيجير. تمام. فاكتر حاجه تلمع معاك السيراميك هي اي نقطه او نقطتين زيت عطري تحطيهم في الارض. في ناس كمان بتحط فازلين برضو حلو جدا، بس الفازلين ممكن يزحلقكم. فهي نقطتين او 3 كده زيت عطري تفضلي تنطوريهم على السيراميك، وبعد كده بمنديل تلمعي، هتلاقي السيراميك بتاعك بقى بيبرق قشطه كده. بيلمع كمان، يعني غير ان هو نظيف هتلاقيه بيلمع كده. خلاص انا كنت خلصت تقريبا الحمام بتاعي، رصيت عليه بقى كل حاجة على الحمام. وطبعا انا كنت اتهلكت حرفيا لاني ما فصلتش الا شوية بس اللي قعدت كلت فيهم، شوية اللي قعدت اشتغلت فيهم. بس انا بحب استغل بصراحة طالما يوم ما نزلتش وطلعت فيه كتير فلازم اعمل حاجات مفيده في الشقه، لان ممكن يجي عليا ايام انزل واطلع كتير ففعلا ملحقش اعمل حاجات فيها كتير. وبس كده بيكون فيديو النهارده خلص وروتين النهارده خلص. يا رب اكون شجعتك وحفزتك انك تقومي تعملي حاجات كتير في شقتك. ولو عجبك الفيديو اوعي تنسي تدعي لي دعوه حلوه في الكومنتات، انا وبناتي ولكم بالمثل ان شاء الله. استنوني في فيديو جديد بروتين جديد كله تشجيع وكله حماس وكمان اسرار جديده. يلا سلام.